شغلنا الجهاد عن القرآن لنعتذر به عند الله يوم القيامة، أم شغلتنا الشهوات والمعاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى ابن عساكر قال: دخل أبو الدرداء على خالد في مرض موته فقال له: يا خالد. فقال خالد: يا أبا الدرداء، لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها، فقد وجدت عليه في نفسي أمورا. يقول خالد: وجدت في نفسي أمور على عمر واستنكرتها. يقول: لما تدبرتها في مرضي هذا وحضرني من الله حاضر، عرفت أن عمر كان يريد وجه الله بكل ما فعل. انظروا إلى حسن الاعتذار. سبحان الله، من هذه المرآة نرى انعكاسات ما فعل عمر في خالد، ونسمع صداها في تقدير خالد لعمر، وهو الذي عزله عن القيادة، عن قيادة الجيوش الإسلامية الفاتحة. كل في رضا الله فعل ما فعل، وكل في سبيل الله لاقى ما لاقى، ولم يكن عند أولئك الكبار شيء أحب إليهم من تحمل العنة والمشاق في سبيل الله. طهارة في القلوب، وصدق في الإيمان، ومبالغة في العدل، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.